مساء الفل، مساء السعادة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض اجمل واحلى وصفات الكنافة اللي ممكن تجربوها. بجد الوصفة هتنجح معاكي من اول مرة، وهتطلعي كمية كبيرة جدا من الكنافة. حاجة كده طعمها حلو جدا جدا. هنعمل الكنافة البابلز. الكنافة البابلز بيعشقها الكبير والصغير، تنفع في المناسبات، تنفع في الحفلات، تنفعك جدا جدا في اعياد الميلاد. حاجة كده حلوة قوي، وهتطلع لك كمية كبيرة جدا من البابلزهات الصغيرين اللذاذ جدا. ممكن تحشيها بالنوتيلا، ممكن تحشيها بالشوكولاتة، ممكن تحشيها بالقشطة زي ما هنعمل كده في الفيديو. تعالوا بقى معايا علشان نعمل مع بعض أحلى وأجمل صنف كنافة ممكن تجربوه، سواء في شهر رمضان أو في الأيام العادية. يلا بينا. ونسمي الله. معايا هنا نص كيلو من الكنافة. في الحقيقة الكنافة دي يا جماعة متفرزة، أنا حطاها قبلها بيوم في الفريزر. تمام. بطلعها وبفركها بإيدي كده كام فركة، هوب خلاص اتعملت بقت زي الفل. طيب لو أنا جبتها وما لحقتش إن أنا مثلا أفرزها، تقدري تقصقصيها بالمقص كده لقطع صغيرة، أو تضربيها في الكبة ضربتين كده لحد ما تنعم معاكي. يعني في تلك الحالات هتشتغلي فيها بأي طريقة من الطرق اللي أنا بقولك عليها، بس الأفضل طبعا أحلى طريقة فيهم إنك تخليها في المجمد الفريزر قبلها بيوم، قبلها بيومين. هتبقى سهلة معاكي جدا في الفرك. شايفين؟ بفركها بمنتهى السهولة، وخلصتها في دقيقة دقيقتين، كانت اتفركت كلها معايا ونعمت وزي الفل. عندي هنا البرطمان ده فيه سكر بودرة. سكر البودرة أنا بعمله بطحنه في البيت بمنتهى السهولة، وكمان بنخله علشان يبقى ناعم معايا جدا. تمام كده. هحط منه على النص كيلو 4 معالق. هفركهم كده مع الكنافة بتاعتي. أنا عايزة حبيبات الكنافة كلها تتغلف بالسكر البودرة، ما يكونش فيه ولا جزئية إلا لما تكون متغلفة بالسكر. تمام. خلصت الكمية كده هنركنها على جنب. عندي هنا بقى الصاج بتاع الفرن، هحط فيه كده مسحة من السمنة او الزبدة، وهبتدي افرش كده بالفرشة علشان الصاج بتاعنا كده يبقى جاهز ان احنا نحط فيه الكنافة بتاعتنا. تمام. عندي هنا بقى معلقة من المعالق المعيارية. تمام كده. المقاس ده كويس جدا. المعلقة دي حلوة قوي لان هي من جوه ناعمة، فمهم قوي المعلقة اللي هتستخدميها تكون على شكل كده الكورة او نص كورة، وتكون ناعمة من جوه، علشان لما تيجي تحطي فيها الكنافة وتيجي تطلعيها تطلع معاكي اولا بمنتهى السهولة، ثانيا الكنافة تطلع معاكي ناعمة. خدوا بالكم من النقطة دي. طب لو ما عندكيش المعيار ده، شايفين الكنافة طالعة تحفة جدا، ناعمة جدا من فوق. لو ما عندكيش المعيار ده او ما عندكيش من المعلقة دي اصلا، تقدري تجيبي مثلا فنجان صغير تنقيه اصغر حجم عندك، او تجيبي اي شكل غطا، شكل علبة صغيرة علشان تطلع لك كنافة بابلز بالجمال ده. شايفين كده؟ بحط كده جزء من الكنافة في قلب المعلقة، بوحد معيار الكنافة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باخد الجزء اللي باخده من الكنافة بوزنه كده بالنظر، بيكون مناسب على قد المعلقة. حلو. ببتدي كده اضغط من جوانب المعلقة واضغط في النص، بحيث ان انا اطلع الشكل زي ما انتوا شايفين. انا خلصت هنا الصاج الكبير ده زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. هتعمل لي صاجين كبار. خلصت الكمية دي، ولسه فاضل معايا في الطبق. هخلص بقية الكنافة وارجع لكم. هنا انا خلصت الكنافة بتاعتي. ما تنسوش ان انا ما حطيتش غير السكر في الكنافة. طب امتى هنحط السمنة؟ بعد الخطوة اللي جاية. طب ليه ما حطيتش السمنة في الخطوة الاولانية، او ليه ما حطيتهاش مع السكر؟ علشان انا عايزة الكنافة تفضل فاتحة، وعايزاها في المرحلة الاولانية السكر يتكرمل مع الكنافة في الفرن. انا دخلتها الفرن على درجة حرارة 130 140 بالكتير. انا عايزاها تطلع زي ما انتم شايفين كده فاتحة جدا. هنا انا كنت دخلتها الفرن قعدت ربع ساعة، وطلعتها فاتحة زي ما دخلتها، بس هي شدت وبقت السكر متكرمل في قلب الكنافة وبس بنفس لونه. طلعتها. هنحط هنا في المرحلة دي السمنة. عندي هنا كوباية من السمنة البلدي على نباتي. على كل واحدة من الكنافة حطيت حوالي نص معلقة من السمنة. تمام. ولو في اي زيادة من السمنة بعد كده بنصفيها.
هدخلها الفرن تاني على درجة حرارة 140 150 بالكتير. هتقعد من 10 دقايق لربع ساعة. ناخد بالنا عينك ميزانك للفرن بتاعك. تعالوا بقى نعمل خطوة القشطة. معايا هنا كوبايتين من الحليب، تمام، اللي هو اللبن السائل، ومعايا 4 معالق من النشا. هننزل بقى في الحلة بتاعتنا، هنحط اللبن اللي هو الحليب، وهنحط النشا 4 معالق، وهنحط معلقة ممسوحة من السكر. في الحقيقة أنا بحب القشطة تكون بدون سكر أو سكر قليل جدا. ما تنسوش إن الكنافة لما بتطلع من الفرن بنحط لها شربات، فمش هيبقى كل الحاجة مسكرة. خلوا نسبة السكر في الكريمة تكون بسيطة، إنما لو حابين طبعا سكر أزيد من كده ينفع. تمام. نقلت بقى القشطة بتاعتي على البوتاجاز. هبتدي بقى ايدي ما تتشالش من عليها، تقليب 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 مستمر لحد ما القشطة بتاعتي تشد معايا والقوام يبقى مظبوط. هنا انا وطيت النار شوية. هنزل بمعلقتين كبار من الزبدة. هبتدي بقى اقلب كده كام تقليبة لحد ما احس ان الزبدة ساحت معايا في قلب القشطة. هنا القشطة بتاعتي بقت تمام وزي الفل. طفيت عليها البوتاجاز. هحط لها بعد كده الفانيليا، رشة خفيفة كده من الفانيليا، ما نكترش عشان ما تمررش معانا القشطة. هبتدي كده اقلبها تقلبتين، وبعدين ده القوام، شايفينه قوام مظبوط جدا جدا. هحط لها كيس او اي بلاستيك راب من فوق الوش علشان ما تعملش طبقة قشرة معانا. هركنها على جنب. عندي هنا الكنافه طلعت من الفرن، يعني لازم نحط لها الشربات بتاعها. انا مرضتش اطول عليكم وعملت الشربات وجهزته. الشربات بتاعنا بيكون تقيل وبارد. شايفين لونه جميل ازاي؟ لونه كهرمان، لونه تحفه جدا، والقوام مظبوط جدا. عملناه ازاي؟ كوبايتين من السكر عليهم كوبايه من الميه وعصير نص ليمونه. حطيناهم في حله من غير تقليب. كررها تاني. اوعي تقلبي الشربات بتاعك، هو هيدوب مع نفسه في وهو بيطيع على البوتاجاز. طالع معانا بسم الله ما شاء الله. طبعا بياخد له حوالي 15 دقيقة على البوتاجاز، بيطلع نتيجته فوق الروعة. هبتدي بقى انزل بالشربات بتاعي فوق البابلز او الكنافة الحلوة بتاعتنا. هنا انا خلصت كده الشربات. هنقل بقى الكنافة كلها في صاج واحد. تمام، نقلتها كلها في صاج واحد علشان نبتدي نحشيها. هنا انا بوريكم ان الصاج ده كان فيه شوية من الشربات، فانا نزلتهم بالمعلقة وخدتهم في طبق. هنحطهم على الحشوة بتاعتنا بدل ما اجيب شربات تاني، لا حطيناهم على الحشوة بتاعتنا. القشطة بتاعتنا كانت بردت، طبعا كنت حطاها في التلاجة عشان تلحق تبرد بسرعة وتتجمد بسرعة. هبتدي احط لها 3 معالق كبار من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه ده خام بدون سكر، تمام. وهنزل بمعلقة كده كبيرة من الحليب علشان بس نحرك القشطة بتاعتنا. هضربهم بالمضرب كده كام ضربة. الخطوة دي مهمة جدا. الخطوة دي بتخلي لي القشطة بتاعتي بتبقى قشطة طعمها حلو قوي وكريمية جدا ولونها تحفة وفظيعة بجد. لو ما عندكيش كريم شانتيه تقدري تحطي كريمة لباني بودر، او تقدري تحطي كريم باستري. في اي حاجة من دول هتديكي نتيجة حلوة جدا. تمام. بعد ما ضربناها كويس جدا، اي كيس تلاجة عندك، مش لازم كيس حلواني، انا ببسط لكم الدنيا علشان تكون سهل عليكم. ممكن كمان تستخدمي معلقة وتحشي بيها البابلز عادي خالص، مش لازم يعني حتى كيس، بس الكيس بيسهل نزول القشطة على الكنافة على طول. تعالوا بقى هنعمل الايه، هنعمل الحشوة. الحشوة عبارة عن كوباية من الفول السوداني المتحمص ومجروش، يعني انا حمصته وجرشته كده جرشاية خفيفة. وعندي هنا خدت حوالي 3-4 معالق من جوزة الهند، وخدت شوية كده كبشتين من الزبيب. تمام. عندي بقى فاكرين معلقة العسل اللي انا واخداها من الصاج لما كانت في الصاج، هنزل بيها على الحشوة بتاعتي علشان اديله طعم وتماسك حلو. هقلب الحشوة بتاعتي بالعسل زي ما انتم شايفين. ممكن كمان ما تضيفيش العسل وتضيفي مثلا كريم كراميل، تضيفي حليب مكثف محلى، تضيفي اي حاجة من دول، يعني مش لازم الشربات. بس بما اننا فايض مننا شربات فاحنا ايه، ضفنا معلقة على الحشو. تعالوا بقى نعمل احلى بابلز في الدنيا بحشوة تحفة.
جبنا البابلز وبنحط له كده بكيس الحلواني او بكيس ثلاجة عندك او بمعلقة زي ما تحبي. بنحط جزء من الكريمة فوق الكنافة، وبعد كده بنزينها بشوية من المكسرات اللي احنا عاملينها. ممكن كمان بدل ما تحطي فول سوداني مع جوز الهند مع زبيب تحطي مكسرات، لوز، بندق، عين جمل، اي حاجة من المكسرات دي، وبرضو هتعمليها بنفس الطريقة. يعني المتاح عندك هتقدري تعمليه. تمام. هعمل معاكو كذا واحدة. زي ما انتم شايفين بنزل بالكريمة على الكنافة. الكريمة بتاعتي طالعة تحفة تحفة بجد، كلمة تحفة دي قليلة عليها. حطيت الكريمة ووراها المكسرات، حاجة كده طعمها فظيع بجد. لازم تجربوا البابلز الكنافة ده، بجد طالع روعة، طالع تحفة. انتوا مش هتصدقوا نفسكم، مش هتقدروا تمسكوا نفسكم من كتر ما هتقعدوا تبقوا عايزين تاخدوا واحدة ورا واحدة ورا واحدة. اللي انا بحطه ده دلوقتي ده جوز الهند، اللي هي الشرايط او الحمام زي ما بيقولوا عندنا في اسكندرية، بنسميها شرايط او حمام. انا قلت كده كنوع من الشكل، وكمان طعم جوز الهند طبيعي جدا وحلو قوي وكامل الدسم، فلقيت شكله حلو وطعمه حلو، فكمان لقيته لايق جدا مع الكريمة. فحطيت، شايفين شكله امور ازاي؟ شكله طعم قوي قوي بجد، عسولة جدا، عجبني جدا وعجب العيال جدا جدا في البيت. عامل شكل ميكس كده حلو ما بين الكريمة وجوز الهند، عامل كده تناغم كده، عارفين انتوا، حاجة لايقة على حاجة. فبصراحة الكنافة طلع حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. هخلص كل الكمية دي بقى وارجع لكم. انا عملت الجزء ده عشان تشوفوه. عايزه اقول لكم احنا اكلنا يجي حوالي صفين 3 قبل ما اعرض لكم الصف ده. تمام. احنا اكلنا منها كتير، ومش عارفه ان انا امسك نفسي لا انا ولا العيال من كتر ما هي طعمها حلو قوي، مقرمشه، وطعم الكريمه مظبوط، طعم السكر مظبوط، في كل حاجه حاجه كده فظيعه بجد. شايفين شكل الصاج؟ بسم الله ما شاء الله. انا خلصت، اخدت مني الصاج الكبير ده، ولسه فايض من الكنافه. الكريمه خلصت معايا، فكملت بشويه مكسرات مع الكنافه، برضو طلع حلو قوي قوي قوي. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. اسيبكم على خير. كنت معاكم عزة سعيد من قناة وصفة حلوة. اتمنى ان انتوا تدعموني وتشتركوا في قناتي علشان الفيديو يوصل لكل الناس. كل سنة وانتوا طيبين. وباي باي.